كتير بنسمع ان اب كتب كل املاكه باسم ابنه الكبير او ابنه المفضل وحرم باقي العيال. يا ترى ده قانوني؟ القانون المصري بيقول ان الاب من حقه طول ما هو عايش يتصرف في املاكه زي ما هو عايز، يبيع ويشتري ويكتب باسم حد، لكن الشرط الاساسي ما يكونش الهدف حرمان باقي الورثه او يعمل تصرف سوري يعني شكلي مش حقيقي عشان يخلف احكام الميراث. طب لو اتضح ان التصرف معمول لاضرار باقي الورثه يقدروا يطعنوا عليه في المحكمه ويقتلوه. يعني مثلا لو الاب كتب البيت كله باسم ابنه الكبير وفضل ساكن فيه لحد ما مات، هنا ممكن باقي الورثه يرفعوا دعوه ويقولوا ده مش بيع حقيقي، ده وصيه مستتره، والقانون بيعتبر ان الوصيه لا تنفذ الا في حدود التلت بس. الخلاصة ان الاب يقدر يكتب املاكه طول ما هو عايش، بس لو هدفه يحرم باقي الورثة القانون ممكن يبطل التصرف. فلو حسيت ان حقك ضاع الحل القانوني موجود، واللي هو ايه؟ ان انت تقدر ترفع دعوة وتسترد نصيبك الشرعي. سلام.